السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيبات الخواتات مع أمينة. كنتمنى تكونوا بألف صحة وعافية يا رب وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توحشتكم بزاف بزاف. إن شاء الله اليوم غادي نقدم لكم فيديو اللي غادي يعجبكم بزاف، بريوش بالبطاطس كيجي رائع رائع بزاف ولذيذ. خليكم مع المكونات، طريقة التحضير. قبل ما ندوز المكونات ما تنساونيش واحد لايك، تعليق زوين اللي كيفرحني بزاف، وندوزو دابا للتتمه ديال الفيديو. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجو في المكونات اللي بسيطه بزاف: كاس لاروب ديال السكر سنيده، كاس معمرش ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال الزبده، عندي بيضه واحده تكون بدرجه حراره المطبخ، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه خميره الخبز، خماره واحده، وشاصيه ديال السكر الفانيلا، معلقه كبيره ديال الخل، شويه ديال الملح اللي كتبقى ضروريه، الدقيق كيبقى على حسب الخليط، وعندي هنايا جوج ديال البطاطس اولا جوج ديال البطاطس يكونوا متوسطين الحجم، ما كبارين بزاف وما صغارينش، اللي قطعتهم وسلقتهم كيف كتشوفوا معايا وصفيتهم. من بعد خديت هاد الهاشوار اللي غادي نهرشي فيها هذيك البطاطا اولا غادي نطحن فيها هذيك البطاطا. كيف قلت لكم بطاطا تكون متوسطه الحجم، ما كبيراش بزاف وما صغيراش بزاف، وتكونوا مقطعينها بحال هكا قطع، يا اما تفوروها ديروها على البخار اولا تسلقوها في الماء وتصفيوها. من بعد هنايا طحنتها مزيان مزيان حتى كيولي عندي الخليط بحال هكا على شكل بوغي كيف كتشوفوا معايا. ضروري نطحنوها مزيان حتى كتولي عندنا الخليط بحال هكا على شكل كريمه. من بعد غادي نحيدو هاد البطاطس ديالنا، نحيدوها من هاد الهاشواغ، وغادي ناخدو هنايا معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه اولا خميره الخبز، غادي نزيدها واحد معلقه كبيره ديال السكر سنيده وشويه ديال الماء، وغادي نخلطهم مزيان ونخلي الخليط ديالي كيتفاعل على جنب. رجع بحال هكا لهاد البطاطس هي الاولى نديروها في اناء العجن، يا اما في البول يا اما في الكاس ديال العجانه اولا في قصريه، كيبقى لكم الاختيار. كبيتوها بحال هكا هاد البطاطا اللي كتشوفوا معايا الخليط ديال البطاطا اولا القوام ديال البطاطس، وضروري اننا نطحنوها وهي سخونه باش هكا كتجينا بحال هكا بحال الكريمه. من بعد غادي نزيد عليها كاس ديال الياغورت الطبيعي اللي نسيت ما ذكرتوش معكم في المكونات، نزيدو كاس ديال دانون مسوس، غادي نزيد ليه بيضه وحده، وغادي نزيد ليهم كاس ديال لاروب ديال السكر سنيده، كاس معمرش، وشاصيه ديال السكر الفانيلا، وغادي نخلط هاد المكونات مزيان مزيان حتى كيولي عندي الخليط ديالي سائل. كيف شفتوا معايا هاد البريوش بدون زيت كيجي رائع بزاف وخفيف اكثر ما كتصوروا. ان شاء الله غادي تجربوه وغادي يعجبكم بزاف بزاف، نتمنى انكم تجربوه. من بعد هنايا ما كنخلط هاد الخليط اللي عندي حتى كيولي على شكل كريمه كيف كتشوفوا، غادي نزيد ليه هذيك الخميره اللي تفاعلت ليا مع السكر سنيده والماء دافي. بنحاولوا اننا ما نكثروش، تقريبا غير واحد جوج معالق كبار ديال الماء دافي باش هكا يتفاعل ليا الخميره. وغادي نزيد على الخليط ديالي معلقه كبيره ديال الخل، وغادي نزيدوا شويه ديال الملحه حاولوا انكم ديروها في الجنب اولا ديروها في الاول قبل ما ديروا الخميره. غادي نخلط بحال هكا هاد المكونات مزيان مزيان، وغادي نبدا نضيف الدقيق تدريجيا. كيف قلت لكم الدقيق كيبقى على حسب الخليط وعلى حسب النوعيه ديال الدقيق كيكون من النوعيه الجيده الخاص بالحلويات، نكونوا دائما مغربلينه مره من قبل ونعاودوا نغربلوه فوق من الخليط باش هكا كيجينا العجين ديالنا خفيف بزاف. غادي نزيد عليهم شاصيه ديال الخميره الفوريه اولا الخميره ديال الحلويات بيكينغ باودر، غادي نغربلوها حتى هي مع الدقيق، وغادي نبدا نعجن. انا فضلت انني نعجن غير بيديا باش هكا كنعرفوا القوام ديال العجين. الا بغيتو تعجنوه في العجانه ما كاين حتى شي مشكل. المهم كنبقى نضيف في الدقيق تدريجيا بشوي بشوي وانا كنعجن، ونحاولوا اننا العجين ديالنا ما تكونش قاصحه بزاف، عجينه كتبي تكون خفيفه وما كتكونش كتلصق في اليدين. انتم غادي تشوفوا معايا القوام ديال العجين بعد ما غادي نجمعها بالدقيق الكميه اللازمه ديال الدقيق، وغادي نبقى كيف قلت لكم نضيفوا الدقيق تدريجيا وحنا كنجمعوا العجينه ديالنا باش هكا ما نقصحوش العجينه وما نفوتوش فيها الدقيق اكثر من القياس. ومن بعد هنايا ما ضفت لها الكميه اللازمه ديال الدقيق، غادي نزيد لها معلقه كبيره ديال الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ، وغادي نبدا ندلك بها هذاك العجينه ما كتحتاجش نهائيا ندلك، فقط غير ندخلوا فيها هاد الزبده فقط ونخليوها ترتاح. غادي ندخل هذيك المعلقه الزبده مزيان مزيان في الخليط ديالي اولا في العجين مزيان حتى كتبان ليا العجينه ديالي انسجمت بالزبده وما بقاش كتلصق ليا في اليدين.
من بعد هنايا غادي نغطي هاد البول ديالي وغادي نخليه يخمر. ممكن تغطيوه بالفيلم المونتير، انا بالنسبه لي هاد البول عندي كتغطى بالغطايه ديالها، وغادي نخليه حتى يخمر ويتضاعف الحجم ديالو عاد فاش غادي نتلاقاو. من بعد هنايا العجينه ديالي ما خمرات وتضاعف الحجم ديالها كيف كتشوفوا معايا، عجينه كتجي مهويه بزاف ومفشفشه كيف كتشوفوا معايا. دهنت يديا بالزيت مزيان وغادي نبدا نهبط في هذيك الغازات ديال العجين، نهبطهم مزيان بحال هكا ونحاول انني نبدا نشكلها كويرات متوسطه الحجم ونحطهم على جنب. دهنوا يدينا دائما بالزيت ونحاولوا اننا ما نخليوش هذاك الزيت يدخل لينا للعجينه ديالنا اولا هذوك الكويرات، وندهنوا حتى سطح العمل بالزيت باش هكا ما يلصقوش ليا الكويرات لحقاش العجينه خفيفه بزاف. من بعد هنايا غادي نبدا ناخذ هذوك الكويرات ونبسطهم غير شويه بيديا، نحاول اننا نقرصهم غير واحد شويه بيديا، وغادي ندير ليه شويه ديال الشكلاط. كيف كتشوفوا معايا انا الشكلاط كناخذ جوج ديال الشكلاطات هذاك المربع وكنقطعهم بحال هكا على شكل طولي، كنخلي جوج مشروكين ونقطعهم على شكل طولي وكنعمر بهم بحال هكا هاد العجين كيف كتشوفوا معايا، ونحاولوا اننا نسدوه نديروها بحال هكا على شكل طولي كيف كتشوفوا، نسدوها مزيان باش ما كتخرجش لينا هذيك الشكلاط من العجينه ديالنا. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل هاد تقريبا غادي تخرج لينا واحد 18 كويره متوسطه الحجم، 18 كره. غادي نبقى بحال هكا بنفس الطريقه حتى غادي نعمر هاد الكرات اللي عندي كاملين بالشوكولاته. ومن بعد غادي ناخذوا اي مول عندنا اللي كيدخل الفران. انا بالنسبه لي استعملت هنايا المقله الثقيله اولا المقله الوجديه اللي في قياس ديالها 34 سنتيمتر. الا كان عندكم المول بهذا القد هذا القياس ممكن تستعملوه. خديت كاس ديال الزاج عادي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق كيف ما دهنت المول ورشيته حتى هو بالدقيق، وستفت فيه هذوك لي بودان اللي عندنا كيف كشفتوا معايا، وحاولت انني نعطيهم بحال هكا على شكل ورده. قديتهم بحال هكا على شكل ورده وغطيت هاد المول وخليته حتى خمر وضاعف الحجم ديالو. كيف كتشوفوا معايا هنايا راه العجين ديالي راه خمرات وضاعف الحجم ديالها. غطيتها بحال هكا وخليتها تقريبا واحد 10 دقائق 15 دقيقه كيخمر لينا العجين بسرعه لحقاش راه فايت له ديجا خامر. ومن بعد خديت هنايا بيضه كامله اولا الصفار البيض عفوا، وزدت لي واحد القطرات ديال الخل، غير صفار د البيضه وزدت لها قطرات ديال الخل، وممكن تزيدوا ليها واحد شويه ديال القهوه سريعه الذوبان كيبقى لكم الاختيار. دهنت بحال هكا هاد العجين ديالي وغادي ندخلو الفران يمشي عليه 200 درجه. شعلوا عليه من التحت حتى كيطيب، عاش فاش كنشعلوا الوجه باش كيتحمر. ومن بعد هنايا ما خرجت البريوش ديالي من الفران غطيته، حيت هذاك الكاس نحاولوا اننا نحيدوه بشي منديل بحال هكا لحقاش كيكون سخون بزاف. حيدت هذاك الكاس من الوسط وغطيت هذا البريوش ديالي وخليته حتى رجعت عليه هذيك الحراره باش كيبقى لي رطب، وزينتها بحال هكا بشويه ديال العسل اللي دهنت به بحال هكا الوجه باش كيعطينا هذا اللون اللمعان فوق من البريوش، ورشيت عليه واحد شويه ديال اللوز مهرمش اولا كاوكاو مهرمش كيبقى لكم الاختيار اولا الكوك. نتوما كتزينوا بداكشي اللي متوفر عندكم. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البريوش ديالي. دابا غادي نقدمه معكم في الصحن التقديم ونشوفوا الشكل النهائي. خليكم معايا. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البريوش اللي وجدت معكم اليوم، خفيف وقطني ورائع رائع بزاف. نتمنى انكم تجربوه. كيف العاده تخليو لي ارائكم في التعليقات، اي سؤال اي استفسار خليو لي في التعليق واكيد غادي نجاوبكم عليه. ما تنساونيش من لي لايك، بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساونيش واحد اللايكات اللي كيفرحوني بزاف. لاول مره كتشوف القناه ما تنساش انها تشترك في القناه تفعل الجرس باش هكا يبقى يوصلها كل جديد فضلا منكم وليس امرا. كنتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم وشجعوني باش هكا نبقى نعطيكم دائما الجديد. وسمحوا لي على الغياب اللي كان شويه طويل، ولكن ان شاء الله رجعنا والعود احمد. وكنتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم. استودعكم الله والى فيديو قادم. دمتم في رعايه الله بسلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. ونتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. باي باي.